وحد الله وصلى على النبي. الكوستاليتا او ما يسمى بالبلدي كده، احنا في الفلاحين بنقول عليها السن. قطعيه السن بتبقى فين؟ في العجل. دي طبعا بتبقى في الربع الامامي منطقه الظهر. طبعا هنوريها لكم على الريش بتاع الخروف. بتبقى الضلع كده وهي اسفل الضلع، بتبقى الحته دي. يعني في الريشه بتاع العجل هنتخيل مثلا ان دي ريشه عجل، دي ريشه ضاني. الحلقه بتاع اللحمه بتاع الريشه اسفل الريشه اللي هي بتبقى بتاع الظهر، هي الدايره ديت هي الكوستاليتا. دي بالنسبه للكوستاليتا او السن او الريب اي. طبعا بيبقى اول 6 ضلوع 6 ريش ما بين الانتركوت من ناحيه الضلوع، دول الست ريش دول هم دول الريب اي. وهي بتبقى على بعضها من اول ريشه لاخر ريشه بتسمى الكوستاليتا او السن. طبعا هي حته لحمه ملبسه شويه، جيلاتينيه نوعا ما، قريبه من طعم الموزه، ولكن هي افضل، تعتبر من افضل قطعيات في العجل هي الكوستاليتا او السن او الريب اي. تعالى يا باشا اتفرج على شكل اللحمه بتاعتها بتبقى عامل ازاي. بتكون السمين بتاعها قليل وفي نفس الوقت فيها كل المميزات. تنفع تتشوي، ينفع تتعمل تحمير، ينفع لحمة خضار. السن من أفضل قطعيات، القطعية اللي ما اختلفش عليها اتنين، ولا جزار ولا أكيل لحمة ولا غيره. هي السن من أفضل القطعيات المميزة. حمراء، اللي بيحب اللحمة الحمراء يلاقي فيها الحمار، اللي بيحب اللحمة الملبسة يلاقي فيها الملبس. بيحب اللحمة المشوية ديت بالنسبة لي أشويها وأكلها أفضل من عرق الفيليتو. تعالى يا باشا بص تفاصيل الريب اي. مش يا باشا انعم حته لحمه كوستاليت. مش بص، وحد الله وصلى على النبي واعمل لايك للفيديو عشان في فيديوهات كتير جايه جديده.